اسمع إليها حفظك الله، ارعني سمعك. يقول عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق عليه السلام ذات يوم فقال لي: يا مفضل، عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام كنه معرفتهم؟ قلت: يا سيدي وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل، من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنا في السنام الأعلى. قلت: عرفني ذلك يا سيدي. قال عليه السلام: يا مفضل، تعلم أنهم علموا ما خلق الله عز وجل وذرأه وبرأه، وأنهم كلمة التقوى. اسمع إلى هذا الكلام. وأنهم كلمة التقوى وخزان السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار. عرفوا كم في السماء نجم وملك، ووزن الجبال وكيل ماء البحار، وأنهارها وعيونها، وما تسقط من ورقة إلا علموها. سبحان الله. وما تسقط من ورقة إلا علموها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني نسب إليهم ما لا يجوز نسبته إلا إلى رب العالمين. مرة ثانية. نعم. يقول هذا الكلام الذي لا يصلح إلا لله. وما تسقط من ورقة إلا علموها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو في علمهم وقد علموا ذلك. هذا يقوله كمال الحيدري في كتاب علم الإمام وينقله. أليس الله يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهؤلاء ينسبون هذا لأئمتهم. عنده لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.